الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمجاشنا فيلم إش أصول السنة أصل سيزده إشوان أصلا يتكو عقيدة وبيرو بار أهل السنة والجماعة بشتو القرآن كلام الله. عندك يا قرآن أخفتنا خديا وليس بمخلوق ونيا تشيكريا، بلكي أخفنا رب العالمين، يعني خدي بأخفتي سبحانه وتعالى. ولا يضعف وبلا أبيكو أهل السنة والجماعة تكسكي سر عقيدة باقش يلواز نبه ولا يضعف خو الراجرة يقويبة سر بلن بمنهج خو ونرى بخلواز بكي أن يقول تبجي ليس بمخلوق، يعني تخلواز نكي وهما اكسر برانبر همي مروفا بجا قرآن مخلوقه، يعني خلواز نكي چو دين يلواز نابي تو صانع يلوازي اگر تو مقابل هر کسی قرآن نمخلوقه بلکه آخفنا خوده نچه کریه خوده پی آخفتی. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه. هر وقت في چنده هنجي بيجي تو بيجي آخفتنا خوده نيا بائن شوي، يعني نيا جدايا شوي، نيا جداش خود تعالى تشتكي صفتك جردايا بخوده و بردام يلدفعي هر قوة بفيد بآخ بيتن. وليس منه شيء مخلوق وأف منه يهني الزفر تبو الله، يعني الله بخوا چتشتكت نافوي دانينك ومخلوق بيتن، يعني نافت خوده صفات خوده ذات أفهمي خود تعالى بخو خالقه وجبلي ويش ني مخلوقه. بجا آخفتنا خودجي ايك الصفات تويا لو ما جي آخفتنا ويجي نا مخلوقه بلكي اوجي تابعي خالقية. طبعا آخفتنا خود تعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة لفظ معنى آخفتنا خوده، يعني وقت بجين آخفتنا خوده قرآن آخفتنا خوده يعني لفظ قرآن أفهم تخينين بيفتوي خوده بخواهد قوته ومعناه ويجي شلاي خود تعالى سبحانه وتعالى. وأفا فيد يهين تنكو خود تعالى وقت بي آخفته يعني حرف يدقوته وبدنك يدقوته، يعني دنك هبويا وأف حرف التاني يتدر إخستي أفتكو أنفق أفت بيجين يتقوتي خود تعالى. أبا عقيدة ما أهل السنة والجماعة أخفتنا خوده قرآن أخفتنا خوده وأخفتنا خوده جد خاصي تهندكم أو دي قولب بيت أفكو خوده ديالت آخ بيتن ووقت خودت آخ بيتن حرف جي تينا قوتن ودن جي تيتا قوتن. وهندك أخفنا رب العالمين أدبيتا دجور يا هاي دئتا قولبون أبريكا واسطاكي، يعني بونو منا الصحابي أخفنا خوده چاوا قولبي بريكا جبريل عليه السلام وقوهاز وپیغمبر عليه الصلاة والسلام شني قولبي هر وصانا که وقت قاري أي قرآن بمدخوينتن أخفتنا خوده هم چاوا قولد بين بواسطاي كسكي. و أخفتنا كادية هاي أخفتنا رب العالمين يا بي واسطة، يعني بيكو واسطين بين خوده وكسي بنامبر ده بيت بونو منا جبريل عليه السلام خود تعالى مباشر قرآن يا قوتي او يجي اكسر يا هل قرتي وإنا يبو پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام. هر وصا أخفتنا خود ديال موسى عليه السلام مباشر بو بي واسطة بو وكلم الله موسى تكليما. خود تعالى ديال موسى أخفت أخفتنا كارون وديار وأشكرا ديال أخفت. هر وصا أخفتنا خود ديال پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شفا معراجه وقت شوي مباشر خود تعالى يدجل أخفتي. هر وصا أخفتنا خود تعالى دجل مخلوقات الرجاء قيامته هذيك مباشر بي واسطة دجل وي أخفتن مباشر بي واسطة نبين وانا ذهبت رب العالمين دجل أخفت. أخفتنا درست أخفتنا درست بس ينجي أخفتنا رب العالمين دجل آدم عليه السلام
واكيد حديث صحيح دهاتي رب العالمين ببيش آدم يا آدم وقتت بشي يا آدم جوابا خودت دادن اگر آخفتنا خودت دنگ ناف دا نبا و مثلا حرف نبان آدم نتشيا تبگهید و نشيا جوابایش بدد بس يا آدم يعني ولی کرکو گلب بیتن و هر تمامتی حدیث دهاتید بیشتن خود تعالى ثم يناديهم رب العالمين دي غازي خلقي كتن بصوت ابدنجكي يعني بنص حديثه خود تعالى دي غازيوانا كتن بصوت ابدنجكي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كوشوا اگر كسكي نزيك بيت قلت بيت افي ديرجي اهو وصا قلت بيتن اخفنا رب العالمين يعني جدای اشیاء مخلوقاتن که اگر بگوی از ولی باغم بی سماعه تأکید اول ولی گلای دی باشتر گل بیت شوی اول ولی هنه دی باشتر گل بیت بس آخفنا رب العالمین نه هو صایه اوه دیر وکی نزی گلت بیتن و اف حدیثه هجی دلیل که خود تعالی درگل آخف بیت آخفنا که وصا کوانا گل بیت دنگه و حرفن دنگه و حرفن بس اینکه جیم اگر ام بين مقابل اهل السنه والجماعه ما هند الطائفه ديتي يب خلاف شوي تخفنا رب العالمين ده بنو من معتزلين معتزلي ادبجن هنديك قرآن مخلوقه يعني شو يعني يا تشكر يا خدا قلت يا تشبه اما يا تشبوي كتابك ويا هات يا خالد بينا اخفتي بشرنگا نه معناوش دف خدا و نه پیوتوی اش دف خودنا همی مخلوقات گویی چه به چه بوی وکی همی مخلوقات دی گویی مرو وکی چه به چه بوی تشکی چه به چه بوی اف قرآن اجیا گویی چه به همان قرآن کا کامل یا چه بوی و خلاص وی شکله هنه بجا گشت حدا کی هندکش معتزلیه جل يعني چونکی عقیده و او بو که قرآن نه کلام خوده مخلوقه که يعني عندك شوانا قرآن دانا بن بتخات هاو تويله چی جنگی پینه داد چونکی اصلا مخلوق اگش مخلوقاتا بو چیه يعني از پیروز بدانم نه آخفتنا خوده نه پیواوه و نه معناوه قلت نه آخفتنا رب العالمين بلکه مخلوقا قلت چه به هما مخلوق اگش مخلوقاتا و پشنگی جوانا افواتا هنی بخطینا وقت موسى عليه السلام روناهی دیتی قلت يا اهل خواهین بمینن از چما برا فيرونا هي هني كود تشبو مجئينم بشتن فلما اتاها وقت موسى عليه السلام هات دف فيرونا هي اول بني دالكي قلت نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه هات غازي كرم بو موسى من الشجره صحيح ايات ده بشتن من الشجره يعني خود تعالى اخفتن كرت ناف داره ده من الشجرة يعني شني دار جل موسى آخفت وقلت إني أنا الله عندك أزم أس خدمة أنا الله رب العالمين طبعا هذا باطلة شو الدار دي بيشت موسى أس خدمة ورب العالمين مو أبدا بس أو دنجي هات يا موسى شرخ داري بهاته هذا تفسيراته شرخ داري بهاته بس كيف قازي كره رب العالمين چونكي ممكن نينا اش بلي خده ايك بيشن انا الله رب العالمين لو ما جاء واقفنا خد تعالى بخبي اتقال موسى عليه السلام آخف في شكله هني مقابل وان طبعا ميتي أشعري الأشاعرة اتبيشن يعني نيفا كي يتقال أهل السنة والجماعة ونيفا كي يتقال معتزلية او دبيجن هنديك اخفنا خد قرآن معناه ويش دف خديه بس بيفو لفظته مخلوقه بيجن معناه شلا خديه بس لفظ مخلوقه ونش خديه بلكي بيجن جبريل عليه السلام اف لفظه هني يا قوتي يعني تعريف كلامي يا كلام الدف اشعريه افيا المعنى القائم بالنفس او معنايا افضل نفسي ده يعني معناك الدف خدها بي خلاص باشه با دنك آخفتن ابدا نه حرف قلبي قرآن وقت خود تعالى جهان دي جبريل
و نه دنجید قلبیه. با چه جبریل علیه السلامش خودی گله بی و مثلا وگو هست قلت خود تعالى جبريل مجبور ليكر اواد نفسوي دا بزانيت و پاش نقل بكتن وطبعا اوجي يا باطلة شو دليل بينين شو ده جبريل و زانيت يا نفسه خود تعالى دا موسى عليه السلام قلت خود تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طائفة كديش في جماعتها هنم كو أشعرينا طبعا أو في تعريفهاش كيفتنا بيتك الشعرية هي يا منسوبة بو أخطال نصراني شاعرك فلايا أخطال وأف بيتها هنا الشعرية منسوبة يعني شو منسوبة يعني يا دايا بالوي أصل خوي بخونا قوتيا بس يا دايا بال بجن أخطالي بخويا قوتيا في بيتها هنا الشعري وفجي بتعريف جي لغوية بيت جي بابتك لغوية لو تعريفه ما بكلام يا درسته أو أنا قلت أخطلت بيشتن إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هنديك أخفتنا أصل خويا الدليدا بس هما أزمان يبويا الدليل لكن نشانك سروي أو كود دليتا دا أجل أخفتنا أو دليتا دا أو أنا في بيتهاني بخوي كده الدليل خو حتى أجل هاتو أم بيجين أف بيتهاني أخطالي جود بيتنجي أصل خواه منسوبة وينقود بس أجل ويجود جي بيت معناه أفيا أخفتن أصل دا يدل مروفي دا سبيكي أخفتن يلدفتهاي باشي تو دا إن يسر أزمان خو وبأزمان ديگهينية برانبري خو مستحيلة بشيء أخفتن بيهينية بي أزمان ونفسين وإشارات أما إكسر يا نفدايات بصانيتا إذن بأزمانش نيتو دي نقل كي مع العلم أف بيتهاني في كسيهاني نقوديا وأف حتى أجر ويقود بيتنشي وحتى أجر معناوي أفاشي بيتن أخفتن أواكو الدليدا أزماني چنو يتحسب كن أخفتن أمد بجيني چوا استدلال بيتا كسك فالات كان كو أو بخوت معناه كلام دا الضال بوي كو بجن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم بجن عيسى بخوت كلمة بخويا كلمة بمدام أخفتن صفته خدها وأف كلمة عيسى بخويا يعني خد عيسى جزء يش خده حاشا وبجي كفريات والعياذ بالله وكلمته يعني عيسى أو كلمة وقت خده قلت كن هبا شني عيسى بوي كلمة هبوي يعني بكلمة خده عيسى بوي نكو عيسى كلمة بخويا فرق أفلت بجن عيسى كلمة بخويا إذن شوات تي فلايك كو بدرستايد معناه كلام نجاشته تو بخواد كه دليل سر شريعت خوا او تو قرآن و سنت همي دلاكي و چه دليل شوية نايني بوما چونكي چه دليلين سر في بابت اوجه بحثيتا لو ما جي افا طائفة كأشعرية و چندهت بجن خود جبريل مجبور ليكر ياد نفسوي دا بزانيتن و پاش بيت بو محمد صلى الله عليه وسلم بيشتن هندك يدد بيشتن نا قرآن معناوش دف خوده بس پی فتوه اش دف پیغمبری بخوانا عليه الصلاة والسلام و جماعتا كاديد بيجن هرش أشعرية اد بيجن جبريل عليه السلام يچوي اف قرآن هش لوح المحفوظ اينا داره يعني خوده بنا خفتيه معناه اجبو هما شوية تيجهشتي و پاشي يا چكري يا قوتي و يا درس ما قوت هيش يا او يا أهل السنة والجماعة سرچن وكيس بخاري تخريجت كتن صحيحة خدا شكيس سفيان كوري عييني بشن من بري حفته صالة اش مشايخ وسيدايد ما قولي بو اش وانا علي كوري مديني بو اوانا تقولي قرآن كلام خود تعالى لفظ معناه تويش دف رب العالمين وشنيد بشن علي كوري مديني قولي منش حوالة پیغمبري قولي بو عليه الصلاة والسلام بري حفته صالة اوانا تقولي قرآن كلام خده اخفنا رب العالمين لفظه ومعناه هميش دف رب العالمين منه بدأ وإليه يعود أفا مذهب أهل السنة والجماعة أخفتن قرآن اش خده دس بكري ويك أخفتن وإليه يعود الدمائي كي هر دبو خده زفري تفا ناف عردنا من تنسل مصحفة نامين تفا جارك هذه وقتك دنيا خرابت بيتان والحمد لله رب العالمين.